سلام كركم، مرحبا بكم معايا في نوفل فيديو. رجعت لكم من بعد غياب ان شاء الله يا ربي. من بعد هذه لا فيديو ما نزيدش نغيب عليكم بزاف. المهم بديت معاكم بالله الخضره هنايا، غادي ندير معاكم تشكشوكه صيفيه بامتياز، وغادي نحكو في موضوع تاع كيفاش تعمري دارك وانتي ماشي خدامه ولا وانتي قاعده في الدار. المهم قبل ما نروح نشوفوا لا فيديو نقولكم ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس الاشعارات وتخلوا لي جيم على هذا الفيديو، ولا عندها اي راي ولا اي استفسار تكتبه لي تحت في لي كومنتات. المهم البنات هنا بديت معاكم في التيك توك كما شفتوا اللي فيها غير بطاطا وفلفله وبصل وطوماطيس. المهم هي تيك توك اي خضره تكون عندك تستعمليها، ديري لها شويه طوماطس شويه بيض ولا وحطيها. رانا في الصيف والحمان وقت التشكاتشيك وقلب هذا مكان. هنا كنت درت البصل كي بدا ينقلع غير شويه، زدت عليه بطاطا قطعتها مربعات خضراء ما فورتها ما والو. ثاني كي خليتها درتها فوق الغاز خليتها ثاني تنقلع غير شويه مع البصل. وهي عين ما طابت زدت عليها الفلفله ما كانت لا مشويه لا والو، قطعتها دوائر كما راكم تشوفوا ودرتها مع البطاطا والبصل، وثاني عاود غطيتها ونقصت لهم النار كامل. المهم درتها بكري وخليتها تطيب في خاطرها. من بعد ما دخل البطاطا تاعي والفلفله شويه طيب، درت لهم شويه طماطس تاع الحبه رابيتها ودرتها عليهم ثاني، ونبقى نخلط فيها قد ما تتخلط لي كامل هذيك البطاطا والفلفله والبصل وكاع مع هذيك الطماطس تاعي، ونخليها ثاني تزيد تنقلى شويه. كي تنقلى لي هذيك الطماطس نزيد عليها مغرف طماطس تاع قوطي وشويه ما، ودرت معاها انا غير الملح والحرور والرند. نتوما ديروا لي زيبيس اللي بغيتوهم، هي نورمالمون تشوفوا ما يجوش فيها لي زيبيس، غير انا درت هذاك درت الرند باش درت فلفل حار باش يعطيني شويه بنه حروريه. وهنايا ها هي التكتوكه تاعي وجدت، ما درتش فيها البيض خليتها البطاطا، كانت عندي بطاطا بيضاء تما ما جات تطيب وكاع بدات شويه تذوب، جات روعه ما شاء الله وبنينه بتاع صيف. زيديها كاس البن وبصحتك يا اختي، فطور بنين وساهل. المهم البنات هنايا راني نقدح في القش باركوا لي البنات، واخيرا درت القرياش في هذا الباركو. مازال الاخرين انا غير الحاجه راكم تعرفوا الحياه راهي غاليه والمناسبات وكامل. المهم بديت غير بهذا الباركو راني ركبته والحمد لله تهنيت منه، وباقي صوالح الاخرين وعقوبه لاي وحده راهي متمنيه ولا راهي تعمر في دارها نقولها ربي يسهلك وربي يوفقك. بغيت نحكي معكم في موضوع تاع كيفاش تعمري دارك وانتي قاعده في الدار. الحمد لله دروك راني خدامه الحمد لله. ما قبل مين كنت قاعده في الدار كيفاش كنت ندير؟ كان الزوج من يخدم يا من يخلص استغفر الله يا ربي يعطيني داك النصيب قليل، ما راش نصيب كاع كبير كبير، يعطيني هذاك النصيب يقول لي خليك تروحي لداركم كاش ما تشري ولا حاجه، انا نوخر هذاك النصيب ما نصرفش منه وما ندير منه والو، هو يدبر راسها في المصروف الصوالح كامل. اما لا هذيك وما نروحش لدارنا بزاف، واحد 2 موا 3 موا هكا ولا نصيب عند نصيب عند نصيب عند نصيب. وثاني كنت دايره مشروع من الدار كما شفتوا معايا في الفيديو ما قبل، مشروع تاع تصميم ديكورات المناسبات. كنت نخدم ونبيبلي فيسبوك وندير التوصيل مع شركة التوصيل ولا يجوا للدار يدو، مع قلت لكم نصيب اللي كان يعطيه لي الزوج مع لي كوموند اللي كنت نخدمهم، نخلي دراهمهم ما نصرفهمش كامل حتى كي نروح لدارنا ونخرج هذوك الدراهم ونشري منهم مرة ليزار مرة ماعين مرة الحاجة اللي خاصتني راني نشريها من هذاك النصيب ومن هذيك لي كوموند اللي كنت خدمتهم. هذه هي الطريقة اللي كنت معتمدتها. اما لا عندك حرفة وراكي قاعدة في الدار، حاولي تستغلي هذيك الحرفة تدخلي بها يا لو كان نصيب قليل، اليوم نصيب قليل وغدوة نصيب كثير، نصيب قليل مع نصيب قليل راكي تخدمي ولا تولي عندك يولي عندك نصيب كبير قد ما ديري بيه حاجة. وهنا نقول لكم اي وحده راهي محتاجه نقولها ربي يوفقك وربي يرزقك، اللي فيها دين ربي يقضيه لها، ولا هي تعمر في دارها نقولها بشويه بشويه وتعمري دارك كما يقولوا الدار غوله ما تعمرش في نهار.
المهم الصحة والهنا هذا مكان. وهنا كنت ختمت لكم لا فيديو بالسفنج، كنت درتها للقهوة تاع العشية. ثاني باش نتقهوى غدوة الصباح عطوني رايكم في لي كومونتير، واللي عندها اي تعليق ولا اي استفسار تكتبها لي في لي كومونتير.